السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في مطبخ الحادقات. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنصوب معكم كيك يومي بحجم عائلي، كيجي خفيف وطالع كيف ما كتشوفوا. كنتمنى تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير. الى عجبكم ما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجيوه. بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا بالقناه ولا كيشوفوا الفيديو لاول مره، كنقول لكم ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في واحد البول كناخذوا 3 ديال البيضات. يستحسن انكم تخرجوهم من الثلاجه من قبل، يكونوا واخدين درجه الحراره ديال المطبخ لضمان كيك ناجح. كنضيف كاس ديال السنيده، وكنضيف واحد القبيصه ديال الملح باش كنحسنوا الذوق. كنضيف هنايا واحد الساشي ديال الفاني بنكهه زهره البرتقال. هاد النوعيه هذه راه كتجيب هاد الكيك لذيذ بزاف. كنخلطوا المكونات كلهم بواحد الضراب كهربائي اولا خلاط كهربائي اللي متوفر عندكم. كتخلطوا مزيان حتى كتحصلوا على خليط متجانس، اللون ديالو على هاد الشكل، كيف ما كتشوفوا ابيض. كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت وكاس ديال الياغورت. انا كنفضل هاد الياغورت اللي كيكون بنكهه ديال البنان، كيعطي واحد المذاق مميز، والرائحه ديال الكيك كتشمل الباب ديال الدار. داكشي علاش كيعجبني ندير هاد الياغورت كيف ما قلت لكم. كنضيف 2 الكيسان ونصف ديال الدقيق الابيض، كندوزوه في الغربال كيف ما كتشوفوا. كنضيفوا ليه 2 خمارات، كل خماره فيها 7 غرام، المجموع ديالهم 14 غرام. حتى هما كنغربلوهم مع الدقيق. دائما ملي كنغربلوا الخمارات والدقيق في الكيك راه كيجيكم الكيك خفيف وكيجيكم مهوي، يعني ما كيبقاوش دوك الكويرات ولا دوك الحبيبات ديال الخميره ما كيبقاوش باينين في الكيك. صافي كناخذوا غير هاد الرجلين ديال الضراب الكهربائي هما اللي كنكملوا بهم الخلطه ديال الدقيق حتى كنحصلوا على دقيق، على خليط كيف ما كتشوفوا ثقيل، لان درنا فيه 2 الكيسان ونصف. كنضيف 4 كاس ديال الماء اللي كيكون غليان، يعني الماء اللي كيكون طيب، اولا كتعوضوا هذا الماء هذا ب4 كاس ديال الحليب الى عندكم. صافي وكنخلطوا مزيان حتى هذا الخليط كيولي خفيف بهذا الشكل هذا. ملي كتضيفوا داك 4 الكاس تاع الماء الخليط ما كيبقاش ثقيل، يعني كيف ما كتشوفوا كيولي القوام ديالو على هذا الشكل. عندي هنايا واحد المول اللي الشكل ديالو مستطيل، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق، وكنخوي غير نصف الكميه ديال الخليط اللي عندي، ما كنخويش الخليط كله. نتوما الا عندكم الزبيب كتضيفوه، الا عندكم الفواكه الجافه اللوز ولا الكركاع كتقطعوهم طريفات صغار وكديروهم. انا صراحه ما متوفرينش عندي، وبالنسبه للزبيب ما كيبغيوش ليا، اكتفيت غير بالشوكولات. قطعته غير طريفات صغار ودرتو كيف ما شفتوا بهذا الشكل وسط الكيك، وضفت ليه الخليط اللي بقى ديال الكيك بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي وكندخلوا هذا المول للفران على درجه حراره 180، كنشعلوا عليه غير من التحت حتى كيطيب، حتى كيجي على هذا الشكل. ها نتوما شفتوا كيجي تبارك الله وصل عن بخفيف وكيجي طالع. الحجم ديالو راه عائلي كيف ما سبق لي وذكرت لكم. بالنسبه للفران ما كنسخنوش. بالنسبه للتزيين كتزينوا على حسب الرغبه ديالكم. انا استعملت هنايا غير الشوكولات، الا عندكم الكراميل ولا يعني اللي متوفر عندكم كتزينوا به الوجه ديال هذا الكيك. كتخليوها حتى كتبرد تماما. هانتوما شفتوا كتجي صراحه خفيفه، الماء الغليان اللي كتضيفوا ليه راه كيجيبها. ما نقولش لكم كيك اللي رائع ومميز، كنتمنى تجربوه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى الوصفات اللي كنقدم لكم تكون في المستوى المطلوب وتلقى الاستحسان ديالكم وبالصحه والراحه. ما تنسوناش من الدعم ديالكم ومن التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم جميعا.